بعد تعادل النادي المصري مع احتياطي النادي الاهلي، المارد الاحمر يعلن الحرب على الجميع. المارد الاحمر داخل في ازمات كبيره، اولها التهديد بالانسحاب من بطوله السوبر، وحسين الشحات في النيابه، وازمه القيد، وازمه المعارين. النادي الاهلي داخل في حرب شرسه جدا مع الجميع. هنعرض كل شيء وهنقول كل شيء. اولا كده أزمة السوبر. نادي الزمالك المصري اللي انسحب من أمام النادي الأهلي في مباراة السوبر الماضية، واللي لعبها نادي بيراميدز، وفاز النادي الأهلي على بيراميدز في الإمارات، وحصل النادي الأهلي على البطولة. طبعا نادي الزمالك خد العقوبة، عقوبة مالية، وإنه ما يلعبش السوبر التالي للسوبر اللي انسحب منه. لكن المفاجأة إن اتحاد الكرة شال الإيقاف اللي على الزمالك، وده لأن شروط المسابقة اتغيرت. المسابقة كانت من مباراة واحدة ما بين بطل الدوري وبطل الكاس، انما المسابقة السنة دي هتكون بين 4 فرق، بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كاس الرابطة، وواحد من الأندية هتختارها الشركة الراعية. واكيد طبعا لما هتيجي تختار الشركة الراعية هتختار الزمالك المصري في حالة انه ما ياخدش الكاس مثلا، وده عشان القيمة التسويقية وعشان الدعاية والإعلانات، وده اللي رفضه النادي الأهلي. الأهلي قال لا، الزمالك ما يلعبش، يانا اللي ما لعبش. يا عم الأهلي ليه؟ يا الزمالك يانا. يا سيدي ليه؟ يانا يا الزمالك. يا أخويا ليه؟ قال لك كده الزمالك كان عليه عقوبة وما يلعبش البطولة، ما هو ما يروحش ينسحب من أمامي وبعد كده يلعب معانا عادي. وهنا السؤال اللي أنا هسأله لإخواتنا الأهلاوية والمجلس إدارة النادي الأهلي، انت مالك؟ ما تبص في ورقتك. مش من حق النادي الاهلي انه يحدد مين الفرق اللي هتشارك ومين اللي مش هتشارك. انت فريق هتشارك في البطولة بصفتك بطل الدوري. نفترض يا سيدي ان الزمالك حصل على بطولة الكاس، تمنعه من حقه ليه؟ هتقول لي ما هو واخد عقوبة. هقول لك وفين العقوبات اللي بتنفذ اصلا في مصر؟ ما كابتن محمود كهربا واخد عقوبة 12 مباراة، هي فين؟ وغيره 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 وغيره. ده غير كمان ان اتحاد الكرة رفع العقوبة عشان شروط المسابقة اتغيرت. فالنادي الاهلي بيحط العقدة في المنشار، يانا يا الزمالك. ومن هنا بقول لكم هيتم ترضية النادي الاهلي، والزمالك هيلعب في البطولة سواء خد الكاس او ما خدش الكاس، وهنلاقي الاهلي والزمالك في السوبر. يا ريت كل واحد يبص في ورقته، زي ما بنقول لمرتضى بيه منصور بص في ورقتك ومالكش علاقه بالنادي الاهلي، بنقول للنادي الاهلي مالكش علاقه بنادي الزمالك. انت يكون لك الحق ان انت تتكلم لما يكون البطوله من مباراه واحده والعقوبه ما تنفذتش، من حقك ان انت تعترض، انما العقوبه كانت على المباراه وده السيستم اتغير خلاص، ومن حق الزمالك انه يشارك. ده كانت اول حرب. طب ايه الحرب التانية؟ الحرب التانية بالنسبة للمعارين. مالهم المعارين يا عم افندينا؟ ما الاهلي يعني عامل اعارات لاكتر من 20 لاعب. واقول لك هي دي الازمه، لان اتحاد الكوره ولجنه الانديه المحترفه خدت قرار ان كل نادي له الحق انه يعير 7 لعيبه بس، 7 لعيبه فقط. طب الاهلي عامل اعارات لاكتر من 20 لاعب، هيودي اللعيبه دي فين؟ وهيحل الازمه دي فين؟ فعلا الاهلي في ازمه، لان معظم الانديه اللي كانت واخده اعارات من النادي الاهلي بدأوا يقولوا لهم احنا مش عايزين اللعيبه دي، احنا كده استكفينا، خدوهم يا اهلي. عشان الاهلي هيضطر حاجه من الاتنين، انه يطلعهم مجانا ويبقى خسر فلوسه فيهم، وكده كده اللعيبه ده تروح للانديه اللي كانت فيها ببلاش، او الاهلي هيطلعهم برضه ببلاش، لان مستحيل ان الاهلي هيجيب ال20 المعارين يأيدهم ويمشي اللعيبه الاساسيه بتاعتهم. فده الحرب الثانيه بالنسبه للنادي الاهلي. طب حلها ايه بالنسبه للاهلي؟ حلها بسيط جدا، ان النادي الاهلي يبيع اللعيبه دي للانديه ويحط شرط ان من حقه انه يسترد اللاعب ده بعد سنه او 2 في مقابل انه يدفع الفلوس اللي خدها من الانديه دي، ويبقى اللعيب ده لاعب للنادي ببلاش
ببلاش في حالة ان الاهلي عايزه. اما لو النادي الاهلي مش عايز يسترجع اللاعب يبقى خلاص النادي اشترى اللاعب والاهلي استفاد والنادي استفاد. وده كانت الحرب الثانية. طب ايه الحرب الثالثة؟ هقول لك حسين الشحات. حسين الشحات اللي النادي الاهلي غلظ عقوبته وخلاها 500,000 جنيه. الدنيا مولعة والشيبي راح للنيابة وقدم بلاغ في حسين الشحات، وحسين الشحات مطلوب في النيابة. وهنا الاهلي هيقف ساقط حظ مع ايه ساقط حظ دي؟ ساقط حيطة سد قدام الشيبي عشان يحمي اللعيب بتاعه. النادي الاهلي قرر انه مش هيتخلى عن حسين الشحات وانه هيسنده بكل قوته وانه واقف مع اللاعب بتاعه. واشتكى كمان الشيبي عشان في حاجات حصلت في المباراة، ويقال ان الشيبي سب والدة وزوجة حسين الشحات والاهلي عايز حقه. طب ده التالت. ايه الحرب الرابعة؟ ازمة القيد. ازمة القيد، هو الاهلي عنده ازمة في القيد؟ هقول لك لا. ما هي الازمة بتاعة الزمالك خلاص اتحلت. اتحلت ازاي بقى يا اخويا؟ هترجع بقى تضحك علينا وتقول اخبار اي كلام؟ هقول لك والله ابدا. الزمالك قدر انه يوفر الفلوس بتاعه اتشبونجو وبتاعه شيكابالا عشان هيرفع القيد، يعني ايقاف القيد عن الزمالك قاب قوسين او ادنى انه يتشال. الاهلي يسكت؟ لا طبعا. النادي الاهلي قال لك انا ما فيش عليا مديونيات وانتم عاملين تسويه لنادي الزمالك وكده مش هينفع، ما فيش تسويه للزمالك. طب انت يا عم الاهلي مالك؟ هو انت عليك مديونيه؟ لو عليك مديونيه من حقك ان انت تطلب المساواه زيك زي الزمالك وتعمل تسويه، بس انت ما عندكش مديونيه. قال لك لا ما انا ما ادفعش والزمالك، يعني انا ادفع والزمالك ما يدفعش والروس تتساوي، كلنا زي بعض. الزمالك يسدد اللي عليه قبل ما يأيد لعيب. وهنا تدخل سافر تاني من النادي الاهلي على اتحاد الكوره وفرض وصايه عشان يضر في نادي الزمالك. وهنا هرجع لكلمه الاستاذ سيف زاهد، يا ريت كل واحد يخليه في ورقته. يا عم النادي الاهلي انت من حقك تعترض لما يكون الزمالك خد ميزه انت ما خدتهاش، او يكون طلع استثناء للزمالك وانت بتطالب بنفس الاستثناء، انما انت بره الموضوع خالص، انت ما فيش عليك فلوس. يبقى ايه مشكله النادي الاهلي؟ هي اللي انا بقولها دي، انه يفرض الوصايه وانه يكون الكبير. وهو بالفعل النادي الاهلي نادي كبير، لكن الزمالك هو الاخر نادي كبير، وده اللي مش هيسمح بيه مرتضى منصور ولا هيسمح بيه حد. الموضوع كله ان الزمالك عاد مطالب انه يدفع 15 مليون جنيه لاتحاد الكوره قيمه القسط بتاع التسويه عشان يبدا في تسجيل اللعيبه الصفقات اللي هيبدا ان هو يجيبها بعد البطوله العربيه. خلاص انتهى الدوري وخلاص انتهت حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوك باللايك فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.